في القرن ال 12 وتحديدا في إحدى المدن الصغيرة التابعة لإنجلترا، كان معدي في الشارع مجموعة من الأشخاص جنب مكان اسمه حفرة الذئاب. المهم لقيوا طفلين، ولد وبنت، ومن الواضح كده إنهم إخوات. شكلهم غريب جدا، لون بشرتهم أخضر ولابسين هدوم غير مألوفة للسكان بتاعة المدينة. المهم الناس خدوهم على قصر الملك ستيفن علشان يتحقق منهم. الملك لما سألهم انتوا منين وايه اللي جابكم هنا، اتفاجئ ان هما بيتكلموا بلغة غير مفهومة، وكان مستغرب جدا انه شايف بشر لونهم اخضر. المهم الحراس كل ما يجيبوا لهم اكل كانوا رافضين انهم ياكلوا اي حاجة، لحد ما اكتشفوا انهم بياكلوا الفول الاخضر بس. الولد بعد فترة قصيرة توفى، والبنت علموها اللغة الإنجليزية علشان يقدروا يتواصلوا معاها. ولما بدأ الحوار يبقى مفهوم ما بين الطرفين، البنت قالت إنها من مدينة مش بتطلع فيها الشمس أبدا، وعايشين هناك على ضوء خفيف بيجي من السماء. وقالت أنا وأخويا كنا بنرعى الأغنام بتاعت والدنا، وفجأة سمعنا صوت ضوضاء عالي جدا وما حسيناش بأي حاجة حوالينا بعد كده، وفجأة لقينا نفسنا قدامكم هنا جنب الحفرة بتاعت الذئاب، والناس أخدونا على قصر الملك. القصة كده انتهت، لكن خرجت عدة نظريات ملهاش أساس علمي واضح، ومحدش قدر يفسر لغز الأطفال لحد يومنا النهاردة. الفيديو كده انتهى، لو عجبك اضغط له لايك واشترك في القناة وتابع كل جديد انا بقدمه، وشارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك واقدر استمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.